ازيكم؟ انا متجوزه بقالي 6 شهور، كاني بالظبط ما طلعتش من عند بيت اهلي. قاعده مع جوزي كانه بالظبط اختي. طول الوقت بكلمه وهو بيكبر دماغه مني، وعلى طول نازل وسايب البيت. بيقعد فين؟ راح قاعد مع اخوه طول الوقت. وحتى لما بيجي البيت هو بيخش اوضه ينام فيها، وانا برضو بخش اوضه وبنام فيها. حتى مره حاولت ان انا اخش هنام جنبه زي اي اتنين متجوزين، لقيته بيقول لي قومي من جنبي، انت جايه ليه؟ اقعدي هناك في الاوضه. قلت له انا عايز اقعد جنبك. راح قال لي خلاص، طب انا هسيب الاوضه وهطلع. راح طلع وقعد في الاوضه التانيه. اتكلمت معاه كتير وفهمته، قلت له اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. طب انت اتجوزتني ليه؟ لما فضلت اضغط عليه قال لي بصي بقى يا بنت الناس، انا متجوزك عشان خاطر بس تونسيني. استغربت منه وبقول له انت ازاي يعني؟ انت اتجوزتني عشان اونسك؟ طب ما انت كنت جبت كلب ولا كنت جبت اي حيوان ربيته معاه، وانت ما قلتليش ليه من البدايه ان انت مش بتاع جواز اصلا؟ صراحه انا متضايقه جدا منه وخلاص فاض بيا الكيل. مش عارف اتصرف معاه، وفي نفس الوقت انا مش عارف اقول للاهل ايه، اتكلم معاهم اقول لهم ايه اصلا، ولا الاقي حد قريب ان انا اتكلم معاه. الموضوع محرج جدا. فما لقيتش غير ان انا ابعت لك على لينك الصراحه ده، ان حضرتك تقول لي والناس اللي عندك تقول لي اتصرف ازاي. انا بجد مش عارفه. طب انت خدتني ليه اصلا؟ خليني بس في البدايه افكر حضرتك، لو حضرتك عندي على الفيسبوك ما تنساش تقول رايك وتشير الفيديو. اما لو حضرتك تتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايزك تهدي كده وبكل هدوء خالص. انت بس في البداية حاولي ما تيأسيش ان انت تتكلمي معاه مرة واتنين وتلاتة، ودي لنفسك مثلا وقت معين، شهر او شهرين، زي ما انت قدرتك تقدر ان انت تتحمل. بعدها على طول تكلمي بقى حد من اهلك يتدخل في الموضوع ويشوف ايه اخر اللي هو فيه ده. ما كانش في حل بقى، يبقى اكيد اهلك هم اكتر ناس هيقولوا لك هتتصرفي ازاي، لان انا في كل فيديوهاتي ما بحبش اقول لحد انفصل، لان الشخص نفسه هو اكتر واحد يقدر يحدد. احنا كلنا بنقول رأينا في الفيديو، والناس بتقول رأيها في الكومنتات، وما على حضرتك الا تقدري تختاري القرار الصح. اما بقى في جزئية ان هو جايب حد يونسه، اعتقد ان انت ده افضل رد انت رديت عليه، ان فعلا لو كان جاب حيوان وكان رباه في البيت كان افضل، كان هيونسه وكان هيبقى وافي ليه. وربنا يعافينا، والله ربنا يعافينا. اتمنى من الناس ان تقول رايها في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنتات بتاع الناس.